الفحص الوراثي للأجنة. اتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة، وعلشان بقى فيه سؤال عليه كتير جدا الأيام ديت، ومن فضل الله رب العالمين ربنا أكرمنا مع حالات كتير عملنا لها فحص وراثي علشان نستبعد أمراض معينة موجودة في الأسرة، وربنا أكرمنا وجابوا أطفال زي الفل من فضل الله رب العالمين. يعني احنا قلنا قبل كده إن الفحص الوراثي 3 أنواع، حاجة اسمها PGT-A، PGT-M، PGT-SR. PGT-A عاوزين نطمن على سلامة ال 46 كروموزوم بتوعنا كويسين ما فيهمش حاجه، ده بيبقى فحص عام يطمن ان البيبي ده ما فيهوش تشوهات بنسبه كبيره جدا طالما ما فيش خلل جيني معروف في العيله. PGT-M دوت اللي بيستبعد خلل جيني معروف في العيله، وللاسف مش كل الامراض يمكن استبعادها. في بعض الامراض العلماء بتوع الوراثه لقوا لها بروبات معينه او اختبارات معينه تقدر تتعمل على الاجنه قبل ما ننقلها، وفي بعض الامراض الثانيه التي لم يمكن حتى الان عمل هذه التقنيه في الفحص. PGT-SR بقى بتكون في طفره وراثيه معينه اتوجدت واتكررت. طب احنا بنشخص ده ازاي قبل ما نعمله؟ قبل ما نعمل الفحص دوت بنعرف الدنيا ديت ازاي هنعمل المريضه دي ده ولا ده ولا ده. لو في اجنه قبل كده، يعني مثلا كان في طفل قبل كده وعنده مشكله وراثيه في العيله، وبعدين بناخد عينه من الاب والام، وساعات بيوصل الموضوع لان احنا ناخد من الجد والجده كمان، فهو الموضوع بقى محتاج تحضير معين علشان نشوف اي فحص وراثي هيكون مناسب للاسره دي بالذات.